بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. ازيكم يا صحابي؟ النهاردة هنسمع قصة الشهيد العظيم القديس أبانوب النهيسي. والقديس أبانوب هو قديس عاش في القرن الرابع الميلادي، وبيتقال عليه أبانوب النهيسي عشان بلده هي النهيسة قريبة من سمنود في محافظة الغربية. وكلمة أبانوب هي كلمة قبطية معناها أبو الذهب. والقديس أبانوب باباه ومامته كانوا مسيحيين، باباه اسمه مقار ومامته اسمها مريم. ولما وصل سنه 12 سنة، لما بقى عنده 12 سنة باباه ومامته انتقلوا للسماء. وفي مرة من المرات راح القديس أبانوب الكنيسة، فسمع أبونا بيشجع الناس إنهم يحتملوا العذاب والاستشهاد بفرح وشكر من أجل ربنا يسوع، لأن في وقت القديس أبانوب كان أمر الملك دقلديانوس باضطهاد المسيحيين وتعذيبهم. فخرج القديس أبانوب وهو متأثر جدا بكلام أبونا، وفضل يصلي ويطلب من ربنا إن هو ياخد بركة الاستشهاد على اسم ربنا يسوع. وراح جمع كل فلوسه ووزعها على الفقراء، وبعدين قام ظاهر له ملاك ربنا، ملاك ميخائيل، وقال له السلام ليك يا أبانوب، ربنا سمع صلواتك، روح واعترف لوالي سمنود إنك مسيحي، وأنا هكون معاك وهقويك وهشفيك من كل آلامك ومن كل تعذيبك، لأن في عدد كبير جدا من الناس هيأمنوا بسببك، وهكون معاك لحد ما تكمل جهادك وتنيل إكليل الشهادة على اسم ربنا يسوع. فرح جدا القديس أبانوب وقام بسرعة راح لوالي سمنود واعترف قدامه بأنه مسيحي. ووالي سمنود أول ما شاف القديس أبانوب استغرب جدا لسنه الصغير، وإزاي ولد عنده 12 سنة عنده الشجاعة دي. فحاول يكلمه ويقول له إن هو يسيب ربنا يسوع المسيح وهيديله فلوس كتيرة وذهب وحاجات حلوة كتير، لكن هو بكل شجاعة رفض وفضل ثابت على إيمانه بربنا يسوع المسيح. فأمر والي سمنود بجلد القديس أبانوب على بطنه، وجه الملاك ميخائيل وشفاه وخففه من كل آلامه ومن كل تعذيبه. وبعدين أمر والي سمنود بأن هو يترمي في السجن، وكان في السجن عدد كبير جدا من المسجونين، وفضل القديس أبانوب يشجعهم ويثبتهم على إيمانهم، فعدد منهم كبير جدا آمن باسم ربنا يسوع المسيح واعترفوا إنهم مسيحيين. ولما عرف والي سمنود أمر باستشهادهم كلهم، ووصل عددهم لأكتر من 1000، وهم استشهدوا يوم 9 من شهر برمهات المبارك. وأمر والي سمنود بأن القديس أبانوب يروح لبلد أتريب، لوالي أتريب، وأتريب دي حاليا اللي هي بنها، محافظة بنها، علشان يتعذب هناك. وأمر إن القديس أبانوب يروح في مركب، يتعلق في مركب بس بالمقلوب، وراح معاه والي سمنود ومعاه جنود كتير. وفعلا مشيوا بالمركب، ومن قساوة قلب والي سمنود ربنا عاقبه، خلى ايديه تتشل وهو ماسك الكيس بتاعه اللي كان بيشرب فيه، والجنود اللي معاه يتعموا وما يشوفوش تاني. وبص والي سمنود وشاف الملاك ميخائيل وهو بينزل القديس أبانوب وبيمسح له النزيف اللي نزل من مناخيره ومن بقه وبيخففه من كل آلامه. فآمن بربنا يسوع والي سمنود هو والجنود اللي معاه، وطلب من القديس أبانوب إن هو يصلي لربنا علشان يشفيه. فالقديس أبانوب قال له إن ربنا هيشفيك بس لما نوصل لوالي أتريب، عشان في عدد كبير جدا من الناس هناك هيأمنوا. وفعلا ده اللي حصل، وصلوا لوالي أتريب، والقديس أبانوب صلى فربنا خفف والي سمنود هو والجنود اللي معاه، واعترفوا قدام والي أتريب إنهم مسيحيين. وأمر والي أتريب برمي قدسنا في السجن وتعذيب وعذابات شديدة جدا. وبعد العذابات الشديدة جدا اللي لقاها القديس أبانوب من والي أتريب
ظهر له ربنا يسوع المسيح بمجد عظيم، ومعاه الملاك ميخائيل والملاك غبريال، خففه وشفاه ورجعه سليم تاني من كل آلام ومن كل تعذيب. وعدد كبير جدا من الناس آمنوا بربنا يسوع المسيح. ولما شاف والي أتريب إن عدد كبير جدا من الناس آمنوا، راح بعت القديس أبانوب لوالي اسكندرية علشان يتعذب هناك. وهو في الطريق ماشي قابل واحدة ست كان عليها روح شريرة فسللها، وهو كان مربوط بالسلاسل، فالروح الشريرة دي خرجت منها. فالجنود اتغاظوا جدا، فقاموا أمروا باستشهاد الست دي، ونالت إكليل الشهادة بعد ما خرج منها الروح الشريرة وأمنت بربنا يسوع. ووصل القديس أبانوب عند والي اسكندرية، ومن ضمن العذابات اللي عذبها له والي اسكندرية أمر بأنه يترمي في جب مليان عقارب وتعابين. لكن ربنا يسوع المسيح بعت ملاك وبعد العقارب والتعابين عن القديس أبانوب، وكان بيرشم الصليب ويصلي ويطلب ربنا يسوع المسيح، فكان ربنا يحميه ويحفظه. وبعد كل العذابات دي أمر والي اسكندرية باستشهاد قديسنا، واستشهد القديس أبانوب. وكان وقت استشهاده موجود القديس يوليوس الأقفاصي، والقديس يوليوس الأقفاصي هو واحد من القديسين اللي كتبوا عدد كبير جدا من سير الشهداء والقديسين. وكان موجود وقت استشهاد القديس أبانوب، وخد جسده وكفنه وكتب قصة حياته، وبعت جسده لبلده في النهيسة. وبعد فترة اتنقل جسده من المكان اللي هو كان فيه واتحط في كنيسة الملاك ميخائيل في سمنود. وبعدين ربنا أراد إن جسده يروح في كنيسة العذراء اللي موجودة في سمنود. والكنيسة دي المكان اللي هي فيه عدت فيه العائلة المقدسة، والعائلة المقدسة بابا يسوع وماما العذراء والقديس يوسف النجار والقديسة سالومي. وربنا يسوع المسيح قال لماما العذراء إن المكان ده هيبقى فيه بيت على اسمك، هتتبني فيه كنيسة على اسمك واسمي إلى الأبد، وهيتذكر اسمي فيه إلى الأبد. وفعلا بعد فترة من الزمن اتبنت كنيسة على اسم العذراء، وعملوا فيها مسبح للقديس أبانوب، واتحط فيها جسد القديس أبانوب، وهو موجود لحد دلوقتي في كنيسة العذراء بسمنود. والكنيسة دي فيها مجور عجنت فيه ماما العذراء علشان تعمل عيش، وفيها بير أثري شربت منه العائلة المقدسة. وربنا يسوع المسيح من أجل صلوات ماما العذراء والقديس أبانوب بيعمل معجزات كتيرة جدا للي يطلب شفاعتهم. والقديس أبانوب استشهد هو عمره 12 سنة، وهو استشهد يوم 24 من شهر أبيب المبارك. بركة صلوات شفاعة القديس أبانوب النهيسي فلتكن مع جميعنا آمين.